السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفة صراحة زوينة، من أقدم الوصفات المغربية اللي كتحضر في المائدة المغربية. كنرافقوا بها عدة أطباق كت يعني كنستعملوها كمرافقة للأطباق بحال الدجاج بحال اللحم، أولا كنستعملوها يعني كديسير. صراحة زوينة زوينة هاد الوصفة، أنا محبين وعشاق الوصفة اللي هي القرعة معسلة البنات. كنت في السوق ولقيت القرعة رخيصة وقلت علاش لا ما نجيبهاش ونحضر بها القرعة المعسلة، الصراحة اللي كتعجبني بزاف وكنرافقوا بها عدة أطباق. يعني هي كتعتبر من أهم الأطباق المغربية التقليدية اللي ضروري كتكون في الموائد المغربية. هنا كي شفتوا عندي واحد القرعة كبيرة، تقريبا الوزن ديالها واحد 4 كيلو ونص. يعني لقيتها بثمن مزيان وصراحة حلوة زوينة، صدقت حلوة. ففكرت أنني نحضر بها القرعة معسلة. المهم هنا أنا راني نقيتها ودرتها هنا في الكوكوط، وفي هذه المرحلة أنا غادي نوضعها من فوق النار. هنا ما كنديروا لا مالح حتى شي حاجة. تقدروا ديروها هكا في الكسكاس كتفور. ففضلت انني هكا ندير لها الطريقه ديال الكوكوط. هما الصراحه بجوج بيهم يعني ما كياخذوش الوقت، سواء في الكسكاس كتفور اولا هكا في الكوكوط. ها نتوما قفلت عليها وغادي نوضعها على النار، كندير ليها الصفاره. ما درت لا مالح حتى شي حاجه لان هي غادي تطلق الماء ديالها. غادي تشوفوا الكميه ديال الماء اللي غادي تطلق على نار مهيله. كنحسب ليها تقريبا واحد 20 دقيقه وكنفتح عليها. هنا بعد ما دازت واحد 20 دقيقة فتحت عليها، شوفوا يعني ديك الكمية كانت كوكوط عامرة. يعني هي كتنزل، وشوفوا الماء اللي طلقات. ما احتاجيتش انني نطلق ليها او نضيف ليها، عفوا نضيف عليها الماء. هنا بواحد المعلقة هكا ديال العود غادي كنبقى كنمعس. ما غاديش نحتاجو لا طحانة لا حتى شي حاجة. كنبقى كنمعس وهي فوق النار باش كيبقى يتبخر ليا هذاك الماء. غادي نبقى يعني هنا عندي انا كميه كثيره. الا كان عندكم شويه راه ما غاديش تاخذ لكم شويه الوقت، هنا غادي تاخذ شويه المهم ماشي بزاف. حتى كيبدا كيتبخر ليا ديك الماء كنبقى كنمعس فيها وانا مقابلها حتى كيبدا ينشف ليا ديك الماء وكيتبخر. عاده من بعد كنضيف باقي المكونات اللي هما السكر والزيت والقرفه. والملح بطبيعة الحال، شوية ديال الملح ضروري باش كنعادلو الذوق. المهم هنا كنبقى كنمعس فيها مزيان مزيان. كي شفتوها نتوما بدا ديك الماء كينقص كيتبخر. ما نحتاجوش نطحنوها لانها هي القرعه في الاصل دغيا كطيب. هنا غادي نضيف السكر، كنبقى نضيف السكر شويه بشويه وانا كنخلط. بالنسبه لكميه السكر على حساب هاد الكميه اللي عندي انا كثيره، فكنت خدات لي واحد 500 غرام ديال السكر. غادي تقولوا كثيره، ولكن انا راه عندي الكميه كثيره ديال القرعه. نتوما كتبقاو تضيفوا السكر وانتوما كتشوفوا. هنا بالنسبه للزيت ضفت واحد الكاس ديال الزيت حتى هو. المهم دائما القرعه كتبقى الزيت والسكر كيبقى على حساب الكميه اللي عندكم ديال القرعه. الا بانت لكم يعني خاصها السكر راه كتزيدوا حتى كتعسل، وكتبقاو كتحركوا يعني كتعطيوها هكا حتى كتوكح ليكم وكتوقف. وغادي نزيدوا كذلك حتى القرفه. ضروري من القرفه، هاد المكونات اللي هما ضروريين. وغادي ندير انا شويه ديال المسكه الحره، هذه كاضافه كانت عندي انا مدقوقه. كندقها هكا مع السكر كلاصي وكنديرها في واحد القريعه باش كتكون عندي واجده. بطبيعه الحال المسكه الحره راه فيها انواع. تاخدوها من عند الناس اللي كتكون ثقه باش كيبيعوا لكم المسكه الحره اللي كتكون يعني اصليه. وكنبقى كنحرك يعني ما كنحيدش يدي هكا من التحرك حتى كتوكح مزيان. ما كيبقاش فيها نقطه ديال الماء وكتعسل وكيتبدل حتى اللون ديالها. نتوما شوفوا بدا كيتبدل اللون ديالها. انا مازال غادي نعطيها الخاطر
مازال غير باش ما يجيش هكا الفيديو طويل، كي قلت لكم على حساب الكميه. وراه ما شاء الله يعني هاد القريعه راه خرجت كميه اللي هي مزيانه. وغادي نوريكم حتى طريقه الاحتفاظ. من بعد هنا بعد ما تعسلات ليا وكحات، هذا هو الشكل النهائي. كنقدموها هكا، كنرافقوا بها الدجاج في الطبيصلات فرديا، اولا كنزينوا بها مثلا السفه. الا كانت عندنا السفه كنديروا به هكا كويرات على شكل بيضات صغارين، كندوزوهم في الزنجلان وكنزينوا بها السفه، الدجاج، اللحم مع البرقوق والمشماش. يعني عده اطباق كنحضروا بها صراحة، وكتجي زوينة. يعني أنا من ألذ الوصفات المغربية اللي كتحمقني ديال زمان هي القرعة معسلة. هذه طريقة الاحتفاظ أنا درتهم هكا في علب، كديروا على حسب الكمية اللي بغيتو كل مرة تجبدوا. يقدروا لك كانوا جايين عندكم الضياف ولا هكا تزينوا بها الأطباق ديالكم، فكتكون عندكم واجدة وما كتوقع ليها حتى شي حاجة. فقط يعني ديروها هكا في علب اللي كتكون محكمة ديال الإغلاق، وكديروها كتبقى عندكم. يعني الصراحة نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وتفكروا أيام الطفولة، لأن الصراحة أنا من ألذ الوصفات اللي كتعجبني هي القرعة معسلة صراحة. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك كتشجيع. نخليكم في أمان الله، ونتلقى معكم فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.